عايز يبقى قاضي، راح دفع رشوة مبلغ كبير ل3 موظفين مرتشين جوه المحكمة، وقال لهم انا هصور فيديوهات وهعمل صور اللي انا عايزه بقى، ما انا دافع. قالوا له تمام. بقى يدخل المحكمة بعد المواعيد الرسمية، لما المحكمة بتخلص مواعيد وبيدخل يقعد على المنصة وبيصور ويعمل كأنه داخل الجلسة ويا باشا ويعمل حوار، واللي واقفين بيصوروه هم ناس بتشتغل جوه المحكمة، وفيديوهات من مكاتب جوه، ويقول للناس انا النهارده الشغل عندي جامد قوي ومتعب، انا دلوقتي طالع المنصة، ادعوا لي يا اخواتي. يدعوا لي يا اخواتي؟ هو انت طالع المنصة في المحكمة ولا طالع المنصة اياها اللي بيقولوا كبسوا كبسوا؟ انا مش عارفة. هو في واحد قاضي محترم من القضاة اللي عندهم الهيبة بينشر فيديوهات بالشكل ده او بيصور فيديوهات بالشكل ده ويتصور داخل المحكمة وخارج المحكمة هو نازل على السلم وهو بيقعد على الكرسي جوه المحكمة والطبنجة بيبينها وهو بيقلع الجاكيت وبيقعد؟ وايه هو في كده اصلا؟ هو في قاضي محترم اصلا بيعمل الحاجات دي؟ طبعا هو اتقبض عليه بقى بعد ما عمل ايه؟ في واحد من الناس اللي ضحك عليهم ونصب عليهم طلع فضحه بفيديو وقال ان هو نصب وخد مني فلوس وعمل وسوى. يسكت هو؟ لا، ده انا شغال لايفات كل شويه وفيديوهات. يدخل يعمل فيديو من المحكمه ويقول لك الفيديو اللي اتعمل النهارده او المنشور يا جماعه انا هوديه في 60 داهيه، بالله عليكم بالله عليكم المنشور ده كلكم تشيلوه وتحذفوه، انا عيلتي كلها اخواتي واهلي وجيراني واصحابي كلهم في المستشفى من ساعتها مش عارفه ازاي. كوميدي، واحد كوميدي بجد يعني، عاطل بس كوميدي. بالله عليك، يعني انت داخل المحكمه وكل اللي انت بتفكر فيه يا راجل، انت لو عندك انت ثقه في نفسك ب3 تعريفه وقاضي فعلا، انت مش هيهمك اي حاجه، انت هتجيبه كده من قفاه وهتوديه ورا الشمس. لكن تطلع تترجى الناس تحذف المنشور وتقول لهم بعد ما اخلص الشغل هطلع اعمل لايف؟ لا يا راجل، انت كده قاضي؟ ده انت قسما بالله انت يعني مش عايزه اغلط، يعني المهن كلها محترمه. ويطلع المشكله انه كان بيطلع في برامج وعلشان ينجم نفسه ويصدق نفسه والناس تتكلم وينشر على الصفحه بتاعته مكاتب المستشار مصطفى كمال محمد تقريبا الاسم كده، والناس بتدخل تقول له يا معالي المستشار وبيتكلموا معاه وهو واحد نصاب ومنتحل صفه وبياخد فلوس من الناس، يعني ما هو نفسه مرتشي وبيخلص الناس، شغال مخلصاتي، قال هيدخل يدفع فلوس وكمان ويخلص لك القضيه اياها، انت عليك احكام كذا ولا يعني انت تصدق واحد مرتشي زي ده ازاي؟ وبعدين يضحك على ناس ويقول لهم ان هو هيجيب لهم شقق وياخد منهم مبالغ. الانكد بقى ان هو على الرغم انه دفع مبلغ كبير وبيشتغل مع ناس مرتشيه جوه المحكمه الا انه هو اصلا كان شغال تسول، عمال يستلف من ده ومن ده، وكل واحد يعني هو في واحد محامي واخد له سكرين طالب منه 8000 جنيه سلف وبيقول له انا اختي في المستشفى ودلوقتي الظروف مش احسن حاجه. يعني هو في واحد اصلا مستشار محترم بيعمل كده؟ يا راجل القضاء بيدي ارقام عاليه جدا لكل قاضي تكفيه وزياده، هو مش محتاج ان هو يكون لا مرتشي ولا محتاج ان هو يستلف ولا يعمل اللي انت بتعمله. وبعدين هي الناس اللي بتدخل له على الصفحه بتاعته هو انتوا ازاي مصدقينه؟ ده طريقه كلامه يعني اي عيل يقول لك ان ده لا يمكن يكون قاضي. قاضي ازاي؟ ده راجل بيعمل فيديوهات كوميديه. هو القاضي او المستشار محتاج يصور فيديوهات من داخل المحكمه وينشرها، ولا هو اصلا المتاح ليه ان هو يعمل ده؟ مفيش قاضي بيعمل الكلام ده، مفيش اي مستشار ولا قاضي ان هو بيصور من داخل المحكمه لا وفيديوهات وهو نازل من على سلم المحكمه واغاني بقى وطنيه في كده في الدنيا؟ ولسه في ناس بتصدق الحاجات اللي زي كده. يعني لولا ان في واحد فضحه وطلع قال انه واخد منه مبلغ كبير كانت الدنيا كملت والدنيا بقت طبيعيه والراجل شغال وطالع في التلفزيون وفيديوهات بيقول بيخاطب امه اللي توفت بيقول لها كان نفسك يا امي
ان ابنك يبقى باشا، انا بقيت باشا يعني انت والله العظيم انت يعني ده انت فولكلور، انت راجل فولكلور. طبعا هو اتقبض عليه واتقبض معاه سلاح وذخيره و2 موبايل عليهم الفيديوهات بتاعته اللي كان بيصور بيهم، وطبعا الناس اللي كانت معاه جوه والوشاح اللي كان بياخده ويصور بيه اتقبض عليه، اتمسك هو كمان. والناس ال3 اللي كانوا بيساعدوه من داخل المحكمه اتقبض عليهم هما كمان. السؤال هي ال3 اللي اتمسكوا من داخل المحكمه الناس دي محاكمتها هتكون شكلها ايه؟ اصل لا يمكن يكون دي الجريمه الوحيده هما اللي عملوها، يعني اكيد الناس اللي بالنوعيه دي، الناس اللي ضمايرها خربانه بالشكل ده لازم يكونوا ساعدوا ناس كتير في حاجات تانية. وبعدين ايه الملفات اللي كان بيتصور جنبها دي؟ هل الملفات دي كلها بتاعت قضايا حقيقيه؟ مش عارفه يعني هل هو الملفات بتاعت القضايا متاحه لاي حد كده يدخل يتصور جنبها؟ والناس اللي بيصوروه شايفين ان ده طبيعي؟ يعني ملفات الناس دي بتاعت القضايا دي اللي كانت قاعده جنبه؟ مش عارفه انا حاسه ان الراجل ده مش مفروض ان هو ياخد عقوبه عاديه، لا ده المفروض ان العقوبه بتاعته تتضاعف. يعني النصاب اللي زي ده واللي معاه لازم تكون العقوبه بتاعته قويه عشان ما حدش يفكر يعمل زيه. يعني انا شفت قبل كده في واحد بيصور نفسه ببدله ضابط وبينشر على الفيس ويقول لك انا ضابط، بتمسكه وبيتحاكمه. دكتور مزيف، دكتور جامعه مزيف، مهندس كتير، مهن كتير. اول مره في حياتي الاقي واحد منتحل صفة قاضي ونشر على الميديا وبيتباهى وبيتفاخر وعيلته وبلده كلها مصدقه ان هو قاضي. مش عارفه ازاي بس هو ده اللي حصل. اشكركم، السلام عليكم.